المناطق يعني التي لا يتواجد هنا ليست بالكبيرة، فقط 5 نقاط ما بين أصحاب المراكز المتأخرة أو المراكز المتواجدة في للمشاركة طبعا في بطولة كأس الخليج المقامة في البصرة. كرة ملعوبة لمصلحة فريق نادي عجمان. على هنا كرة موجودة إلى الأمام، تعود مرة لصالح عبد الله الصالح في اللقطة الماضية، خلص الكرة وبالتالي عادت الكرة من جديد لمصلحة فريق نادي عجمان. تعود الكرة في مكان جيد، هذه كرة خطيرة ممكن جول. الله يا علي مدن، فرصة لا تضيع، ضيعها علي مدن في اللقطة الماضية. هفوة كانت من بافلوف، خطوة أن وصلت مستمرة ما زالت للبرتقاليون. كانت المباراة سلبية ما بين الفريقين، بينما هنا كرة موجودة باستجاه مرحلة بالنسبة لفريق نادي الظفرة. هنا كرة داخل منطقة الجزاء بتمر من علي الحسني، بيرسل الكرة في المكان الخالي على الجهة اليمنى لمصلحة من عصام فايز، يحضن على كورته ويحافظ عليها، يمررها فراس بالعربي. يا سلام، وصلت الكرة باتجاه وليد أزارو، وليد عرضية من وليد، فرصة لكن ضاعت أبعدها في التوقيت السليم، أبعدها كلاوديو رافائيل في لفراس. الآن وصلت لفراس، كانت من أزارو، فراس يتقدم، عرضية خطيرة لكن حارس المرمى عبد الله الصالح، حارس المرمى عبد الله الصالح، هجمة هنا وهجمة هناك، مرمى عبد الله الصالح، ومباراة حارس على الجهة اليسرى. خلصها فراس بالعربي، يظهر الآن فراس بالعربي، محمد فراس رجف بلال يرسل الكرة لفراس بالعربي، فراس بتمريرة، فراس من جديد يستقبل. هنا كرة موجودة، محاولة اللي هبط فيه طبعا الفريق الحتاوي لفريق نادي عجمان منذ طبعا برستيج لفراس إلى طبعا في شوط المباراة الثاني شاهدنا. زالت الكرة معاه بمرها لفراس بالعربي، فراس ممتازة، لاعبي فريق نادي عجمان تتقدم فراس بالعربي على المتخصص ميرال وعبد الله الصالح، الاسماء القوية القامة. وهنا الكرة يرسل الكرة داخل منطقة الجزاء، توصل لفراس، يا الله، تسديدة جميلة كانت من فراس بالعربي، والاجمل كان التصدي في اللقطة الماضية. يبدو بان ادوارها دفاعية اكثر من هي هجومية في هذه المباراة. كرة موجودة الان فراس بالعربي، الحلول كوران بتعليماتها المستمرة الفريق الخاسر، لكن تستمر المباراة الآن لفراس بالعربي. بلال بالكعب لفراس، فراس يرسل الكرة إلى الأمام باتجاه أزارو، خطيرة لو مع أزارو لفراس، تسديدة لكن هناك عبد الله السلطان، هناك عبد القدم يلعب الكرة لفراس بالعربي، فراس على الجهة اليمنى، فراس ما زالت الكرة معاه، بيرجعها الآن سلطان الغافري ما بعد يعني إصابة، يعود. هنا الكرة موجودة خطيرة بالراس، ممكن جول. الله قلت لك عبد الله سلطان هو دائما مبدأ الأمان امام فريق نادي عجمان. شوف أزارو رأسية الاولى ما نجحت، الثانية كذلك لم تنجح لان سلطان رفض ذلك عبد الله سلطان، وحرم فريق نادي عجمان من الهدف الاول في المباراة. يا على مرمى من المرميين، هنا كرة داخل منطقة جزاء ومحاولة مسات مستمرة، تسديدة يا الله الى خارج. ايضا هذه ضاعت فرصة تقدم الثمين. هنا كرة امام المرمى، فراس امام المرمى، يسجل فراس ويتقدم للبرتقاليون، يتقدم بركلة الجزاء. اخيرا ابتسم الحظ للبرتقاليون، وبهذه النظارات يحتفل فراس بالعربي بهدف جميل عن طريق رجل مصلحة فريق نادي عجمان. فراس بالعربي بلال يا سلام، فراس على الجهة اليمنى، فراس ممكن عرضية هي كذلك بالراس، لكن أزارو ما زال الحظ لا يبتسم لوليد أزارو، لكن جميلة كانت من مدن، جميل محتسب بدل ضايع. 7 دقائق كفيلة بأن تعيد فريقنا. عادت من جديد فراس بالعربي، يرسل الكرة في مكان خطير لعبيد، يلعبها لفراس لعبيد، هذه كرة جول. الله يبعدها حارس المرمى عبد الله سلطان
فرصة تسجيل الهدف الثاني ضاعت. الله على لمساتك يا فراس، الله على همساتك يا فراس. شوف بدون ما ينظر يمرر الكرة في وضعية جيدة، لم يتعامل معها بشكل جيد. طبعا عبيد الزعابي، وبالتالي في انتظار في المقدمة. وهذا فراس بالعربي، يسقط فراس صافرة وخطأ، فخطأ على اللاعب كلاوديو رافائيل، خطأ على اللاعب كلاوديو رافائيل لمصلحة اللاعب فراس بالعربي. شوف